السلام عليكم. قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي يفاجأ المنتخب المغربي قبل مباراة المنتخب الأسباني ويشعل أسبانيا بسبب المغرب. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل المباراة المرتقبة بين المنتخب المغربي مع المنتخب الأسباني في دور ال16 من كأس العالم، فقد صرح قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى دور الثمانية بعد التغلب على المنتخب الأسترالي، فقد أدلى بتصريحات لقناة الدوري والكأس القطرية وقال: هناك عدة منتخبات قوية في هذا المونديال، وأذكر منها المنتخب المغربي الذي قدم مباريات قوية جدا في هذا المونديال، وفاز على المنتخب البلجيكي وتعادل مع المنتخب الكرواتي وصيف كأس العالم الماضية. وأعتقد مباراة المنتخب المغربي مع المنتخب الأسباني لن تكون سهلة أبدا على المنتخب الأسباني، فالمنتخب المغربي لديه الحافز ليكون أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية، وبه لاعبين كبار على غرار ياسين بونو والنصيري وحكيم زياش، وبالطبع أشرف حكيمي الذي يلعب معي في باريس سان جيرمان وأعرف إمكانياته جيدا، فهو خطير جدا وخاصة في المرتدات وأيضا في التصويبات الصاروخية. ونتذكر سويا ماذا فعل المنتخب المغربي بالمنتخب الأسباني في كأس العالم بروسيا، فكان قاب قوسين أو أدنى من الفوز على المنتخب الأسباني لولا تدخل الفار في الثواني الأخيرة للمباراة. وكان من الممكن أن يتأهل المنتخب المغربي في كأس العالم بروسيا إلى دور ال16 أو أكثر من ذلك لولا الأخطاء التحكيمية التي عاندت المنتخب المغربي في مونديال روسيا. وأعتقد حتى الآن المنتخب المغربي هو الحصان الأسود في المونديال، لأنه تصدر مجموعته وهو أقوى دفاع في البطولة بعد أن استقبل هدف واحد في مباراة كندا. وفي النهاية ادعوا معي للمنتخب المغربي: اللهم انصر المنتخب المغربي على المنتخب الأسباني، اللهم اجعل مرمى المنتخب المغربي سدا منيعا ضد مهاجم ولاعب المنتخب الأسباني، اللهم اجعل مرمى المنتخب الأسباني مليئا بالأهداف المغربية، اللهم اجعل من يدبر أي مؤامرة ضد المنتخب المغربي اجعل كيده في نحره وانتقم منه أشد الانتقام، اللهم آمين يا رب العالمين. وفي النهاية لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.